في البداية أنا بعتذر لو في الصوت شوية دوشة. طيب عندنا اوراسكوم ديفلوبمنت أو ORHD. خلينا نشوف كده التحليل بتاعنا. هنفتح كالعادة أول حاجة الفريم الأسبوعي. اللي ما شافش الفيديو اللي قبل ده على طول لازم يشوفه قبل ما يشوف الفيديو ده عشان يفهم إحنا بنحلل فنيا إزاي. عندنا الاتجاه العام صاعد، ولكن برضو السعر في سقف يعني في سقف القناة السعرية اللي لو رسمناها كده تبقى اهي، معلش عشان برضو الناس تفهم، اهي في سقف القناة السعرية. فأنا عندي الاحتمال الأكبر إن يحصل تصحيح الأول، بعد كده السعر يطلع. يعني في النهاية هيبقى في صعود ولكن هيحصل تصحيح، مع مراعاة إن ده الفريم الأسبوعي. فكل شمعة من دول بأسبوع، كل شمعة من دول بأسبوع. بمعنى كلمة إيه كل شمعة من دول بأسبوع؟ معناها الكلمة دي إن أنت هيبقى عندك كذا أسبوع الأول على ما يحصل الهبوط، بعد كده على ما يحصل الصعود كذا أسبوع تاني. فخد بالك لو أنت ناوي إنك لسه هتشتري اصبر شوية. طيب الاتجاه على الفريم الصغير صاعد رغم كل اللي قلناه. يعني امتى هنقول ان هو بدأ يهبط؟ هنقول ان هو بدأ يهبط لما يكسر القناة اللي صاعدة دي، ده على الفريم الصغير. يعني انا لحد دلوقتي السعر صاعد والله، حتى لهذه اللحظة وحتى الآن هو السعر صاعد. يعني هو لحد دلوقتي لسه ما قاليش انه ينعكس، ولكن احنا بنفترض ان لما السعر بيوصل لسقف القناه بنسبه كبيره السعر بينزل تاني لتحت. لكن هل بمجرد ما بيوصل بنقول انه هينزل مؤكد؟ لا، لازم السعر اللي يقول ان هو بدا ينزل. يعني زي ما قلنا في الفيديو اللي فات، عشان كده بقول شوفوا الفيديو اللي فات، لازم السعر هو اللي يرسم لي قناه بتقول انه هابط. طيب نشتري ولا نبيع ولا نعمل ايه؟ انا عن نفسي ما اشتريش دلوقتي، اقلق شويه من حته ان هو في سقف القناه. ولكن اللي شاري اصلا لا، خليك سهم وراسكم كويس، وكده ولا كده هيعلى مع الوقت. نخش على اللي بعده. MOED. طيب بالنسبه لي ده انا ممكن اشتري هنا، بس لازم يديني اشاره على فريم صغير ان هو في مرحله شراء. هو لحد دلوقتي في مرحله بيع، اهو السعر في بيع. لما يخرج بره القناه دي ممكن ابدا افكر في عمليه شراء، لكن هو كويس. طيب ليه استنى ما يخرج بره القناه؟ لاني ممكن اشتريه ويديني سعر كمان شويه احسن. فبيحصل ان في ناس بتعمل حاجه اسمها متوسطات. خليني اكتبوا لي بس في الكومنتات كلمه متوسطات دي مهم جدا عشان اعمل لكم فيديو عن ازاي بيتعمل متوسطات، لانها ليها اصول. الناس بتعمل متوسطات وخلاص، فخلينا نشرح اصول المتوسطات ايه. فانا مشكله بس ان انا هنسى، فعشان كده بقول لكم معلش اكتبوا لي في الكومنتات. انا مش عشان الم تعليقات كده، ولكن انتوا بتحطوا لي الاسهم اللي انتوا محتاجينها، ولكن فعلا لان انا هنسى يعني. طيب نخش على اللي بعده. هنا الاسمنت. بصوا ده احنا كنا قايلين ان هو صاعد، بعد كده حصل عندي هبوط، واتكلمت ان انا عندي هنا ده علم صغير قد يؤول الى صعود. كنا راسمين العلم ده. لو اتكسر طبعا، بص لما العلم ده بيتكسر اللي انا برسمه اللي هي القناه دي اللي هي علم، يعني القناه دي لما بتتكسر بيطير. ولكن بص بقى الحاله دي، المفروض ان انا هنا في سقف القناه، يعني اللي كان هنا ده المفروض يقول لك خلاص السعر هينزل، وهو بالفعل نزل ولكن كمل. طب الله، امال انت ليه بتقول ما نشتريش من هنا؟ مش مؤكد، لان قبل كده لما وصل فعلا لسقف القناه نزل، ولما وصل لسقف القناه نزل. لكن اللي دايما مؤكد عندي لما يكون في قاع القناه هيطلع، ده اللي مؤكد. عشان كده انا بشتري من قاع القناه، ما بشتريش من فوق. في احتمال يصعد بعديها طبعا، لان اصلا السعر في اتجاه صاعد، ولكن انا ما حبذش حاجه زي كده. طيب هو دلوقتي وضعه ايه؟ يعني دي حاله استثنائيه، فتعالوا بقى نحكي فيها معلش شويه. انا ما كنتش ناوي اطول قوي الفيديو ده، بس يعني ربنا يستر شكله كده هيطول معانا. دي حاله استثنائيه. يعني ايه حاله استثنائيه؟ بنعمل حاجه اسمها تعديل او موديفيكيشن للتحليل بتاعنا. ده التحليل الجديد، دي القناه الجديده. السعر هيوصل لحد ارضيه القناه الجديده دي. لو عمل لي انعكاسي او حاجه زي العلم ده تاني، يبقى بنسبه كبيره هيكمل صعود، ما اشتريش برضو انا من هنا. لكن الاتجاه العام صاعد، اللي شاري عايز تخليك اوكي، مش عايز دي حاجه ترجع لك. فاحنا بنعمل تعديل، وممكن التعديل على فكره يبقى تعديل كبير. يعني ممكن التعديل ده يبقى على القاعين الكبار قوي دول اهو، يبقى كده شايف القمتين دول
وادي القاعين دول، ممكن التعديل يبقى تعديل كبير قوي يعني يشمل السعر. فانا ليه بقول بلاش من هنا؟ وده اللي خلاني عملت لكم التعديل الكبير دلوقتي، لان ممكن جدا جدا السعر ينزل لحد ارضيه القناه دي. ده احتمال وارد، احتمال وارد قوي، وارد جدا ان السعر يوصل لحد المنطقه دي. خد بالك مش خط، الموضوع منطقه. يعني ايه منطقه؟ يعني الحته دي كده، الحته دي مش شرط يجي عند الخط بالظبط عشان الناس اللي بتفهم خطوط وبتاع، لا، ممكن يوصل لحد المنطقه دي الاول، يوصل لحد سعر 20 ولا حاجه، ولكن في النهايه هو هيصعد. طيب نشوف اللي بعده. قناه التوكيلات الملاحيه، ده اللي احنا كنا عاملينه، ماشي. قناه صاعده برضو، السعر فوق قوي، اعتقد انه يحصل تصحيح الاول. هو تقريبا بصوا يا جماعه الاي جي اكس او البورصه المصريه بنسبه كبيره يعني بتمشوا مع بعض، لكن مش كلها بتبقى مليانه فرص. يعني هتلاقي حاجه تانية كانت هنا مثلا ونزلت لهنا يبقى فيها فرصه، دي كانت فوق ونزلت لهنا مش شايف فيها فرصه قوي الا لو حصل نموذج انعكاسي. بناء على ايه؟ بناء على ان انا عندي هنا المنطقه دي اللي السعر قاعد يخبط فيها، دي كانت منطقه مقاومه وتحولت لدعم. يعني دعم يعني السعر فط منها ونط ورجع تاني خبط فيها، فممكن يكمل صعود. فلو انا عندي على الفريم الصغير شايفين الحته دي كده، الحته دي لو اتكسرت هيبقى في عندي احتماليه صعود، وده احتمال وارد على فكره. يعني احتمال السعر، انا وجهه نظري التحليليه في الحته دي مش هيكسر كل ده وينزل لهنا، لا. المنطقه السعريه اللي هي كانت عن سعر 26 دي تعتبر حاجه اسمها راوند نمبر، بيبقى صعب قوي كسرها. فالسعر بيقعد يعصلج هنا كده شويه، وبعد كده لازم ياخد رحله الصعود، لازم ياخد رحله الصعود. شايف الحته دي كده، الحته دي كده السعر كان نازل بقوه طلع، نازل بقوه طلع، بص عمل ايه؟ نزل بضعف طلع. شايف بدأ يتحصر في الحته دي، اللي هو احنا ده عندنا كأنه مثلث. شايف الجزء ده كده كأنه مثلث، فالسعر بيبقى احتمال الاكبر ان هو ياخد معايا اتجاه صعود بعد المناطق دي لو كسر القناه اللي عندي هابطه اللي هي اللي قدامنا دي. نخش على اللي بعده. ار ام دي، اعتقد كنا محددينه قبل كده رمي ده. ده حلو، ده حلو قوي ده. اهو ده بقى، مش بقول لك الاسعار كلها بتمشي مع بعض بس بيبقى في فرص. ده بقى هنا عندي ايه؟ فرصه حلوه قوي. خلينا ناخد فريم اصغر كمان عشان الدنيا تبان معانا. اهو تعالى خلي السعر يكسر لي المنطقه دي واتفرج. ده حلو جدا ده حلو جدا ده. طيب شوف اللي بعده. سهم رايه، مش بصوا انا ما بحبش، انتوا عارفيني يعني، اللي متابعني بقى عارف ما بحبش انا الحاجات اللي بتمشي عرض دي. لما يرسى على بره ابقى اتكلم. الاحتمال الاكبر ايه؟ الاتجاه العام صاعد، بس بيبقى في تضاد هنا، ان هو صاعد بقاله كتير، ففي بالمنطق هيهبط. فاهم يعني؟ انت قدامك المنظر العام قدام المنطق، فانت وهو ماشي عرضي ما حددش اتجاه. طيب لو عايزين ناخد حاجه فيهم اكيده، التحليل اصدق من المنطق. التحليل لحد دلوقتي ما قاليش ان هو هابط، هو طالع وعرضي، فيا اما هيهبط يا اما هيصعد. هو السعر اللي بيقول. انا عن نفسي اشتري لما يكسر لي المنطقه السعريه دي، ما يكسر لي 5.5 كده ابدا افكر في الشراء. دلوقتي ما اعملهاش بصراحه. اللي بعده المنصوره للدوائر، اعتقد احنا حللنا ده في الفيديو اللي فات تقريبا او اللي قبل اللي فات، بس يعني خلينا نتكلم اللي قبل اللي فات. بص اللي حصل ايه؟ السعر طالع. التحليل ده يا جماعه شوفوا الفيديو اللي قبل اللي فات واللي فات، بس هو اكيد يعني نسبه كبيره قوي اللي قبل اللي فات. بصوا يا جماعه، طالع نازل، ده اللي انا قلته يعني. انت هتلاقي الفيديو طالع نازل، طالع بقوه نزل ببطء، طالع بقوه نزل بقدها تقريبا، بدا يتساوى عمل لي ديل كبير اهو. ابدا في هبوط. شايف دي بقى الحته اللي انا بتكلم عليها، بدا السعر يلف خلاص. فشوف الفيديو اللي قبل ده، انا اشتري امتى؟ اشتري لما ينزل لي هنا.
عن نفسي. طب ما هو ممكن يكمل صعود، ما يكمل، مش عايزه خلاص، انا ياخد فرصه حلوه ما اخدش، يحط فلوسي في حاجه كويسه ما احطش. انا اعمل كده في نفسي ليه يعني؟ على من ده بايه؟ نشوف اللي بعده. اسماعيليه للدواجن، نفس الفكره. نشوف عامر. بص، انا ما فهمتوا ليه ما بحبش الحاجات اللي طايره فوق. بص الهبوط قد ايه. تعالى نفتح فريم اصغر شويه عشان تشوفوه يبقى واضح. بص الهبوط ده، شايف كل الهبوط اللي حصل ده؟ يعني السعر من 41 نزل معاك لحد 1. عشان كده انا ما بحبش اشتري من فوق كده، ولكن ده هيصعد. نشوف الفريم الاصغر شويه بقى. ده هيصعد لمين؟ للي شاري دلوقتي. ده هيصعد للي شاري دلوقتي، بس انا ما بحبش الشراء من فوق كده. ليه؟ في قلق، في قلق بالنسبه لي انا، في قلق. طيب نشوف اللي بعده. نشوف اللي بعده. الانتاج الاعلامي، وده ما حللناهوش قبل كده. ده ما حللناهوش قبل كده. ماشي. ده عرضي اهو، ده عرضي نفس القصه، قيمتين قد بعض وبتاع، بس لحد دلوقتي ما كسرش. بالنسبه لي الاتجاه صاعد برضو الى ان يثبت العكس. الاتجاه صاعد الى ان يثبت العكس. يعني انا لو هفكر اشتري برضو بعد القناه دي ما تخلص. بعد القناه دي ما تخلص ممكن ابدا افكر ان انا اشتري. امتى نبدا نقول هبوط احتمال اكبر؟ لو كسر لي القاعده، بس مش اكيد برضو. لو كسر القاعده ورجع ونزل تاني خلاص انت كده في هبوط. طيب نشوف سبيد ميديكال. يعني احنا سبيد ده محللينه من ايام ما كان تحت خالص، ده في فيديوهات قديمه هتلاقوه. ده انا كنت قايل اشتروا سبيد ده وبتاع. ماشي ماشي. بص، طالع نازل طالع نازل طالع، كسر دي اهو، طلع نزل طلع نزل، لانه كسر القاعدة فبدأ يبقى في اتجاه هبوط. يعني عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان هو لسه في هبوط دلوقتي. في الفترة اللي احنا فيها دي كده هيحصل هبوط. الفترة دي كده هيحصل فيها هبوط. طيب الكام يوم اللي جايين ده، الكلام ده اتجاه عام، ها؟ كام يوم اللي جايين؟ تعال السعر اللي يقول مش انا، ده فريم الساعة. فريم الساعة دي يعني الحبة دول من يوم 20 فبراير لحد النهاردة، خلاص ده فريم الساعة. يعني الحبة دول انت بقالك من يوم 20 لحد النهاردة بقالك 10 ايام ولا 9 ايام في هبوط. بقالك 9 ايام في هبوط، مش هيجي في لحظة ويصعد. فاهم احنا بنفكر ازاي؟ انا عايزكم تتعلموا يا جماعة. المهم عندي ان انت تتعلم لحد ما ربنا ييسر واعمل الكورس اللي بتكلم عنه. عايزك تتعلم. لحد دلوقتي انا بالنسبه لي بقول طب صعد شويه وبتاع، انا مالي، ممكن ينزل تاني. امتى نقول صعود؟ لما يكسر لي اخر قمه عندي هنا. لما يكسر دي بقى كده نبقى ساعتها، او يخرج بره القناه دي، يبقى ساعتها نقول ان احنا بدانا نصعد. لكن الاتجاه العام لو انا واخده استثمار سيبه، تحفه، سيبه حلو جدا. اللي هو بقى بص الفريم الاسبوعي بقى، اللي هو الحبه دول بقى لهم قد ايه بقى؟ من 2023 بقى له سنه صاعد. يهبط لكن انا بتكلم على المدى القصير احنا لسه في هبوط. لكن على المدى العام سيبه، ده حلو جدا، ده حلو جدا، هيصعد. طيب اللي بعده. الحاجات دي بيعجز التحليل عنها. المناظر اللي بتبقى كده يا جماعه التحليل ما بيبقاش شغال صح فيها، لكن هقول لك وجهه نظري. انا الاتجاه بالنسبه لي ده صاعد، لكن هو التحليل ما بيبقاش صح في الحاجات اللي ليه. ما هو التحليل ده مبني على ان الشرط يكون واضح، ان احنا نقدر نحل. هو مش واضح، هو بايظ. فانا بالنسبه لي مش صح قوي ان انا احلل لك على حاجه زي كده. لكن هو هيصعد، هو هيصعد،
خلاص ده وجهة نظري يعني. سودك طاير برضه في الهواء الشاشي فوق، ما بحبش الحاجات دي بالنسبة لي، لا بالنسبة لي لا. ممكن يصعد ممكن، لكن أنا بالنسبة لي لا، يعني ما احبش الكلام ده. الاحتمال الاكبر هيصعد بس انا ما اخدش كده، ممكن يهبط عليا هبوط ابن لذينه يعني. بس مش عايز اوجع لك بطنك، بس انا فاهم، انا بقول لك وجهة نظري، انا لا بالنسبة لي ما بحبش كده. نشوف الدلتا للسكر. ده انا كنت محلله من سنة 90 ده. بص يا سلام، سبحانك يا رب. بص طالع نازل طالع نازل طالع، متشعلق فوق. شايف؟ عرفت؟ بص لسه بقول لك ايه على سودك. بص شايف ايه اللي حصل؟ تيجي انت بقى هنا تلاقي نفسك عمال تخسر، تقوم بايع يقوم طالع عليك. تخيل بقى، يعني حزن الحزن. طيب خلينا في موضوعنا. ده جوه الماركت رينج بتاعنا. يعني ايه؟ يعني الهبوط القوي ده جوه السوق الطبيعي بتاعنا. جوه السوق الطبيعي بتاعنا لسه. امتى نقول ان هو ما بقاش جوه السوق الطبيعي؟ زي ما قلت، هو كسر القاعده ويصعد وينزل تاني، ساعتها ابدا اقول ان القناه هبط. حتى الان هو صاعد رغم الهبوط القوي ده. رغم الهبوط القوي ده التحليل، مش انا، التحليل بيقول في الحاله دي ان هو صاعد. يعني بص، رغم ان هو كسر القاعده، بس البنيه السوق كلها بالنسبه لي اتجاه صاعد. بس فانا بالنسبه لي لحد دلوقتي هو صاعد. شوف اللي بعده، شوف فوري. برضه انا فاكر ان الفوري حللناه من فتره. اوه يا لهوي. بص ده عالم ده يا جماعه. بص اتفرج على كل فيديوهاتي عشان تشوف تحليل فوري ده لوحده. اتفرج على الفيديوهات كلها لحد ما تلاقي تحليل فوري. بص ده عالم. العالم ده بنفكر فيه ازاي؟ انا ساعتها قلت ايه؟ ده اول ما يكسر، شايف ده كده؟ استنى، شايف الخط ده كده؟ هتاخده تحطه كده. بص وصل لنفس المنطقه، وصل لنفس المنطقه. الفتره الجايه يحصل ايه؟ الله اعلم. طالما طلع قوي كده ممكن ينزل جامد، لكن اتجاه عام هيصعد اتجاه عام. لكن انا بالنسبه لي ما اشتريش دلوقتي، خلاص بقى. ده اللي شاف فوري ده واشترى، انا كنت بتكلم عليه. بص من وهو هنا، بص طار ازاي، نفس التحليل اللي احنا حلناه بالملي. اتفرج على الفيديوهات لحد ما تلاقيه. يعني انا عايز واحد يجي يقول لي انت بص الفيديو اهو وانت ما قلتش كده، يعني شوف لدرجه ايه. فاتفرج لحد ما تلاقيه. طيب نشوف اللي بعده. ايه كابيتال هولدنج؟ انا ليه بقعد اقول لكم تتفرجوا؟ مش عشان فيوهات بقى وكلام من ده، ولكن عايزك انت كل شويه تشوف حاله. انا عايزك تتعلم بالايه، عملي. كل شويه بتتفرج على حد ده صاعد ان شاء الله، ده صاعد ان شاء الله. يكسر لي بس القمه دي واقول ان هو صاعد بنسبه 70 80%، ودي نسبه كبيره في التحليل. يعني 70% دي هو اقصى نسبه تحليل بتبقى صح، بتبقى 60%، يعني ف 70% دي مجازا كمان. فلو كسر المنطقه دي 70 80% هيصعد ان شاء الله، وتقريبا حللناه قبل كده. فانا عايزكم تتفرجوا علشان عشان اللي بقوله ده، ان انتوا تتعلموا بالممارسه. نشوف اللي بعده. التحليل يعجز عن الكلام ده. التحليل ما بيبقاش صح في الحاجات دي. حلل ايه؟ انت شاري وخلاص، انت ما بصيتش على تحليل. يعني انا وجهة نظري ايه؟ وجهة نظري ان ده علم، وجهة نظر، ومش شرط تكون صح، عادي جدا تكون غلط. علم، ومجرد ما يكسرها المفروض زي فكرة فوري كده، دي كده مجرد ما يكسرها المفروض يوصل لحد السعر ده مثلا، يوصل لحد هنا كده، لحد السعر 5 مثلا، ده لو كسرها. انا بقى التحليل يعجز عن حاجة زي كده. الملتقى العربي في حد طلبه مني، ولكن هتلاقيه في الفيديو اللي فات او اللي قبل اللي فات، مؤكد ان شاء الله. شوف اللي بعده. ODIN اهو. حتى الان بالنسبه لي هابط تحليليا، حتى الان بالنسبه لي هابط. لما يكسر لي القمه دي اقول ان هو هيصعد، غير كده انا بالنسبه لي هابط اتجاه عام صاعد. عشان كده بقول لما يكسر القمه دي، غير كده ممكن يفضل ينزل 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 لحد ما يوصل ل2، عادي جدا. مفيش شيء غريب في التحليل الفني. نشوف اللي بعده.
ليكو بص، قناة سعرية صاعدة، ولكن حتى الآن بالنسبة لي لسه ما ادانيش انه هيصعد. يعني ما ادانيش انه خلص هبوط، مش مسألة هيصعد، ما ادانيش انه خلص هبوط. ما القناة صاعدة بس من هنا هبط اهو. فانت ما يعني الموضوع مش بالقناة. هو أول إشارة انه هيصعد الاتجاه عام صاعد، تاني إشارة انه هيصعد انه وصل لأرضية القناة، تالت إشارة انه يصعد انه يديني نموذج يقول انه هيصعد. هنا انا مفيش عندي لسه تحليل فني، ما عنديش نموذج يقول انه هيصعد، ما عنديش تحليل فني يقول انه هيصعد حتى الان. طيب لو انا شاري خليك واوعى تبيع. طب ولو انا هشتري لما نشوفه تاني بعد شويه، بعد يومين ثلاثه كده على الاسبوع الجاي، ونشوف ان في اشاره انعكاسيه انه يصعد، بقول لك اشتري. لكن لو انت شاري اوعى تبيع، ده سهم كويس جدا. شوف اللي بعده. اي اف اي بي. بص مش كده بقول لك اهو، دي قناه صاعده. بص احنا محلينه هابط، لسه عمال يهبط برضه، وعدى القناه ولسه عمال يهبط. لما يديني اشاره انه صعود هيصعد. ده حلو. خليك لو انت شاري خليك برضه اوعى تبيع. بص في عندنا قاعده كده في الاسهم، انا عايزكم ايه تنشروها كده وسط الناس. يعني في قاعده اسمها بعت خسرت. طول ما انت مالك السهم مهما نزل عليك اسمك لسه ما خسرتش، الامل موجود انه يصعد. بعت خسرت، اول ما تبيع يبقى انت كده حكمت على نفسك انك خلاص بالفعل انت خسرت. بعت خسرت، فخد بالك. فمش بسهوله موضوع ان انتوا، انا عارف ناس تقعد تشتري وتبيع وينزل عليه، فالعك اللي انتوا بتعملوه ده كله غلط. العك ده كله غلط. قبل ما تشتري او حاجه اسال. يعني اديني انا معاكم، ما ببخلش على حد بحاجه. قبل ما تشتري اسال. خليك كده متابع معايا، وربنا يشاء ان احنا ان شاء الله نفيد الناس بامر الله على قد ما بنقدر، على قد استطاعتنا. يعني لان احنا برضو ده ما حدش يعرف الغيب، ده كله تحليل فني، ما حدش يعرف الغيب. بص دي قناه كبيره شويتين. يعني عندك هنا قناه اهي، دي قناه كبيره شويتين. بص سقف القناه اللي بيحصل منه مش عارف تقليوه. ده بالنسبه لي انا لسه هابط، يعني لسه انا بالنسبه لي انا ده كسر القاعده اهو، كسر ورجع صحح ونزل تاني. فانا بالنسبه لي لسه ممكن يهبط كتحليل فني، مش كرأيي الشخصي. مش كرأيي الشخصي، بالنسبه لي انا لسه هيهبط. هو بقاله من يوم، من اول فبراير لحد النهارده عمال يهبط. هيطلع لك في يوم؟ مستحيل. فاهم؟ مستحيل. بقاله شهر بيهبط. لا انا ما انصحش بده. اللي بعده الاهلي للتنميه والاستثمار. عرضي لما يبقى يخلص، او بص انا كنت محللينه، احنا كنا محللين لما يبقى يخلص بقى البص اهو. انا قلت ما يكسر دي هيصعد اهو، صعد. بس صعد ايه؟ بص لحد دي. برضه اتفرجوا على الفيديوهات القديمه يا جماعه، انا مش بغير كلامي، هتلاقوا اللي بقوله ده بالملي حصل اهو. بص لحد فين ونزل تاني، ماشي لي ايه؟ عرضي. لما يخلص اللي هو بيعمله ده ابقى اشتري. اجي اشتري من هنا يقع عليا؟ مش ممكن. طب اجي ابيع دلوقتي عشان انا قلقت يوم طالع؟ مش ممكن. انا هنا هولد، بنقف. ده مش سوق طبيعي اشتري فيه او ابيع حد، ده مش سوق اخد عليه قرار اصلا. اللي بعده زهراء بقى المعادي. بص كده كنا محللين واحنا وقفنا هنا اهو. خلص لي بص كده، شايف ده العلم ده اهو. بص العلم ده اهو. تعالى بقى اما افرجك. شايف الحته دي كده اهي؟ بص السعر وصل لها ازاي. دي فكره العلم اللي موجوده في فوري. شايف؟ طبعا تقريبي عشان ما حدش يقول لي ده انت بص المفروض من هنا لحد هنا ويعمل لي كده. لا انت تقريبي لحد المنطقه دي. منطقه ممكن يعديها يقل شويه، ده منطقه يا حبيبي. مش دي مش جبر وهندسه، فاهمني؟ مش بالملي، يعني مش حسابات رياضيه. هيصعد قول يا رب ان شاء الله. يعني لان هو كسر دي ايه؟ بص كده معايا، كسر دي علم كبير. يعني ايه الكلمتين الحلوين دول؟ تعالى شايف الحته دي كده؟ المفروض السعر ده التارجت بتاعه المفروض يفضل يطلع لحد ما يوصل له، يوصل لحد سعر 10. ده علم كبير. وشايف ده الجزء ده كده، كل ده كده علم كبير بالنسبه لي. فهو اتجاه صاعد، فان شاء الله قول يا رب كده يصعد معاك. طيب شوف اللي بعده.
شارم دريمز ده عمري ما حللته وعمري ما عدى عليا السهم ده. هبص بقالي 70 سنة يموت المعلم ولا يتعلم. اتصاعد بس انا اقلق منه. ليه تقلق؟ السعر عمل كده، بص معايا كده، السعر بيعمل كده، بيلف بيضعف، انا اقلق منه، لكن هو صاعد على الفريم الصغير، على الفريم الصغير هيصعد معاك. خلينا نشيل الخيبة اللي عمالة تعمل دي. بص القمة دي أعلى من دي والقمة دي أعلى من دي والقيعان شبه متساوية. عشان يلف السعر كبنية سوق لازم يعمل كده الأول، لازم على الأقل يساوي القمتين دول ببعض وينزل، أو يقعد يمشي لك إيه زي ما قلنا عرضي شوية ويعمل لك كده وكده 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 وكده، وبعد كده ممكن ينزل. ده كتحليل. طيب هل هو يصعد على طول؟ تعال بقى نشوف فريم أصغر شوية ونتفرج. هو لحد دلوقتي هابط، يكسر لك بقى يا حبيبي القناة دي ونقول ان هو صاعد. غير كده انا لحد دلوقتي على الفريم الصغير هابط. يكسر القناه دي ابدا اقول لك ايه، نبدا ندردش بقى. يعني يكسر لك سعر مثلا 20 ونص، نبدا ندردش ان هو اول ما يعدي ال 20 ونص نقول ان هو هيوصل مثلا ل 23 ونص. مش لازم تجيب القمه دي بالظبط، ممكن السعر ما يوصلهاش، ممكن يبقى تحتها شويه بس السعر ضعف. فخد بالك ما تجيبش اخر الحاجه، تحتها بشويه كده. بس نشوف اللي بعده. ابو قير، افتح لي فريم كبير كده ونتفرج سوا. طبعا ده اكيد كنا محللينه اهو، هو ده اللي كنت بقوله لك في اللي فات. والله العظيم انا ما مجهز، والله انا ما مجهز. بص السعر عمل ايه، لف اهو وعمل قمه اعلى من اللي قبلها وجه نزل على طول. مش كده بقول لك هو تحليلين المفروض ان هو يعمل قمه قدها. نتاكد امتى؟ لما يخلص هبوطه. بص عشان اللي عمل مثلا اللي خد، خلينا نفتح فيلم صغير عشان الدنيا تبان. اللي خد بقى بناء على قناه هنا وما استناش، انا لحد دلوقتي هابط اهو. يعني لو جيت رسمت كده، بص لو جيت رسمت كده اهو، لحد دلوقتي هابط، جه هنا بقى واشترى، ما استناش انه يخلص هبوطه ويصعد. بص عمل ايه، وقع. عشان كده بقول لك في اللي فات، في اللي قبل ده على طول، لازم تستنى لما يخلص هبوط. طيب انا بالنسبه لي ده ممكن ينزل حبه، لما يكسر برضه نفس الكلام. لو كسر القناه دي نبدا نفكر في صعود، ده ممكن ينزل حبه. نشوف اللي بعده، سيدي كرير اهو. كنا محللين نفس الكلام. بص جوه الهبوط اهو، يفتح ده كنا محللين اهو اتجاه صاعد. لما يخلص لي القناه دي نبقى نقول يا شبه، لكن هو هيصعد ما تقلقش. يكسر لي القمه دي او يعدي القناه نبدا نفكر ان هو السعر بيلف بقى. دي لفه عكسيه، دي لفه لصالحنا بقى. بص السعر نازل بيلف ان هو يصعد. نشوف السويدي. بص برضو شاري شكلك من فوق كده، هيصعد بس هينزل لك حبه ويقرفك وممكن يرازيك. ده هو السويدي ده طاير. ده السويدي ده لو نزل هنا تشتري ما تفكرش يعني. لا هو ممكن يقعد يقرفك شويه وبتاع، بس هيصعد في النهايه. اوعى تبيعه، خليه معاك، اوعى تبيعه. اللي بعده دومتي. نفس الكلام بالنسبه لي، اتجاه مصاعد وكل حاجه، بس انا ما اشتريش من هنا. انا ما اشتريش من الكلام ده، انا ما اشتريش من هنا بصراحه. ممكن السعر يقعد يعمل كده، ممكن يطلع ممكن يعمل كده ويعمل كده ويعمل كده وكده وكده وينزل عادي جدا او يكمل. فهمت ليه انا ما بحب اشتري هنا؟ انا ما ده عرضي، ده فريم عرضي، انا ما احبش الكلام ده. في ناس بقى يعني فاهمه شويه في التحليل بس طبعا فاهمين غلط، يقول لك لا دي منطقه دعم السعر هينط منها. لا هو منطقه دعم السعر لما بينط منها زي هنا كده نشتري، مش طالما وصل نشتري. يعني ما يعمل لي المنظر اللي انت شايفه ده، نازل قمه وقاع قد بعض وبعد كده كسر القمه دي، هنا نشتري. لما يعمل ده من منطقه دعم، مش يوصل هنا تقوم شاري على طول، لان ممكن يوصل هنا وينزل، او يبقى اصلا
شايف الدبل بوتوم دول يبقى عكسهم دبل توب، يبقى السعر عمل كده معاك. افرض امال ده ايه؟ امال امتى بيحصل كده؟ لما اهو افرض عمل كده. طب ما هو هنا دي كانت منطقه دعم، امتى هيحصل عندك الدبل توب؟ الا اذا كان دايما يكسر في مناطق الدعم. ده للناس اللي فاهمه شويه يعني. فانت بتشتري لما يوصل لمنطقه دعم ويعمل لك نموذج انعكاسي. خلصنا كده كل الكميه اللي كانت معانا، اكتر من 100 سهم. اكتبوا لي في التعليقات لو حد عنده اي اسهم عايزني احللها له في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. وارجو ان انتوا تعملوا لايك وشير للفيديو عشان الدعم مهم جدا. شكرا ليكم.